تخيل تصحى الصبح وتلاقي نفسك معاك $1000 بس مطلوب منك تعيش بيهم شهر كامل. في مدن زي لندن أو نيويورك المبلغ ده ممكن يخلص في الإيجار قبل ما الشهر يبدأ، لكن إيه رأيك لو قلتلك إن نفس $1000 دول ممكن يخلوك تعيش في فيلا بمسبح وتاكل في مطاعم كل يوم وتشتغل من كافيه مطل على البحر، وفي آخر الشهر يفضل فلوس معاك كمان. وده مش حلم ولا إعلان سياحي، دي أماكن حقيقية لناس حقيقية عايشة فيها بالفعل. لكن مش كل دولة رخيصة تستحق إنك تعيش فيها، في دول رخيصة لكن خدماتها سيئة، ودول تانية جميلة لكن هتدفع ضعف الميزانية. علشان كده قضيت ساعات في مقارنة تكلفة المعيشة والإيجارات وجودة الرعاية الصحية والأمان وسهولة الإقامة وتجارب آلاف المسافرين والمقيمين، والنتيجة هي القائمة دي. وفي النهاية هقولك الدولة الوحيدة اللي لو كنت هسيب حياتي واسافر بكرة هختارها بدون تردد. فيلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل سبسكرايب وتبعت الفيديو لحد نفسك تسافر معاه. أول دولة معانا ممكن تكون أكبر مفاجأة في أوروبا، ألبانيا. لو وريتك صور الشواطئ من غير ما أقول اسم البلد غالبا هتقول اليونان أو كرواتيا، لكن الحقيقة إن الأسعار هناك أقل بكتير. السبب بسيط، ألبانيا فضلت لسنوات طويلة معزولة عن العالم، ولما الباقي من أوروبا كانت بتستقبل ملايين السياح وترتفع أسعارها، ألبانيا كانت لسه في بداية اكتشافها، وده خلق فرصة نادرة، طبيعة أوروبية وبحر فيروزي لكن بتكلفة أقرب لدول آسيا. طيب بالنسبة للإيجار، شقة حلوة بغرفة نوم واحدة ممكن تلاقيها ما بين 300 ل $500، والأكل من 150 ل $200 في الشهر. وجبة محترمة ممكن تكلفك أقل من سعر القهوة في بعض المدن الأوروبية. لكن أكتر حاجة هتعجبك هناك هي الناس. الألبان عندهم ثقافة اسمها بيسا، ومعناها ان الضيف له احترام خاص، وده السبب اللي بيخلي ناس كتير تقول انهم حسوا بالامان والترحيب من اول اسبوع. طيب هل انصحك بيها؟ لو بتحلم تعيش في اوروبا ومن غير ميزانيه ضخمه فالبانيا من افضل الاختيارات حاليا، لكن الدوله اللي جايه ارخص واكلها يعتبر من الافضل في العالم. لو قلت لك ان في دوله ممكن تاكل فيها وجبه كامله باقل من سعر ازازه ميه في مطار، مش مبالغه، دي فيتنام. في اول يوم لاي شخص بيزور البلد دي بيحصل له نفس الشعور، بيبص على الاسعار ويرجع يحسبها مره تانية لانه مش مستوعب ان الارقام دي حقيقيه. لكن السر مش ان كل حاجة رخيصة، السر ان جودة الحياة اعلى بكتير من سعرها. فيتنام دولة كبيرة جدا، في الشمال هتلاقي المدن التاريخية والجبال والثقافة القديمة، في الوسط هتلاقي شواطئ هادية ومدن جميلة زي دانانج وهوي آن، اما الجنوب فهو قلب الاقتصاد والحياة السريعة والاسواق اللي ما بتنامش. وده معناه انك تقدر تختار اسلوب الحياة اللي يناسبك، تحب الهدوء هتلاقيه، تحب المدن موجودة، تحب البحر اجمل مما تتخيل. اما المصاريف فسعر السكن في شقة كويسة بيكون من 280 ل $480، والاكل من 100 ل $150 في الشهر. وجبة كاملة في مطعم محلي بتكون من $1 ل $3، والتأمين الصحي من 60 ل $80. يعني في النهاية هتعيش بمبلغ لا يتعدى $850. لكن لو سألت أي شخص عاش في فيتنام إيه أكتر حاجة هتوحشك بعد ما تمشي، غالبا هيقولك الأكل، لأن الأكل هناك مش مجرد وجبة، ده جزء من الحياة. كل يوم الصبح الأسواق بتتملي بالخضار الطازة والأسماك والفواكه الاستوائية، وكل حي تقريبا في مطاعم صغيرة بتقدم وصفات متوارثة من عشرات السنين. وده السبب إن ناس كتير بتقول إن أكل الشارع في فيتنام أفضل من مطاعم كبيرة في دول تانية. طيب هل أنصحك بفيتنام؟ لو بتشتغل أونلاين أو عايز توفر فلوس وتعيش حياة مريحة فهي واحدة من أفضل الخيارات في آسيا حاليا، لكن الدولة اللي جاية هي اللي هتخليك تقول إن هو معقول الأسعار دي تكون موجودة في دولة متطورة بالشكل ده. الدولة رقم 4 معانا هي ماليزيا. أول ما تنزل ماليزيا هتحس إن في حاجة غلط، الطرق ممتازة والمطار عالمي والمترو منظم والإنترنت سريع جدا والمستشفيات على أعلى مستوى. وبعدين تبص على الأسعار وتستغرب، لأن المنطق بيقول إن دولة بالمستوى ده لازم تكون غالية، لكن الحقيقة ماليزيا واحدة من أفضل الدول في العالم اللي بتديك القيمة مقابل المال. يعني كل دولار بيتصرف بتاخد في المقابل خدمات أعلى من المتوقع. خلينا نشوف الأرقام. شقة غرفة وصالة بتكلفك 250 ل $450، والأكل من 120 ل $180، ووجبة كاملة في مطعم محلي لا تتخطى $3. أما التأمين الصحي بيكون من 50 ل $90، يعني إجمالي المعيشة بيكون ما بين 600 ل $900 في الشهر. لكن في ميزة ناس كتيرة بتنسى تتكلم عنها، اللغة. في ماليزيا تقدر تعتمد على الإنجليزية في أغلب تعاملاتك اليومية، وده بيخلي التأقلم أسهل بكتير من دول آسيوية تانية. أما لو بتحب التنوع فاستعد، في نفس اليوم تقدر تفطر أكل هندي وتتغدى صيني وتتعشى ماليزي، وده بسبب التنوع الثقافي الكبير في البلد. والجميل إن كل ده بأسعار بسيطة جدا. ولو كنت بتدور على دولة فيها أمان وخدمات ممتازة وطبيعة وبنية تحتية قوية وتكلفة معيشة منخفضة فماليزيا أكيد تستحق تكون ضمن اختياراتك. لكن من هنا القائمة هتبتدي تدخل مستوى تاني تماما، لأن الدول الثلاثة اللي جايين مش بس رخيصة، دي دول ناس كتير غيرت حياتها بالكامل بعد ما اتنقلت ليها. وفي المركز الأول هتشوف مكان يخليك تعيد التفكير في معنى جودة الحياة نفسها،
المركز الثالث كولومبيا. خليني اسالك سؤال، لو قلت لك كولومبيا ايه اول صوره جت في بالك؟ لو كانت افلام الجريمه فانت مش لوحدك، لكن الحقيقه ان كولومبيا النهارده مختلفه تماما. خلال اخر 20 سنه البلد دي عملت واحده من اكبر التحولات في امريكا اللاتينيه، وافضل مثال على ده مدينه ميدين. المدينه اللي كانت في يوم من الايام من اخطر مدن العالم بقت النهارده المدينه اللي بتيجي ليها وفود من دول مختلفه علشان تدرس تجربه تطويرها. مترو حديث وتلفريك بيربط الاحياء الجبليه بالمدينه، مساحات خضراء ومكتبات عامه في كل مكان، والاجمل انك تقدر تعيش كل ده بميزانيه بسيطه جدا. خلينا نشوف الارقام. الشقه الكويسه هتكلفك من 400 ل 600 دولار في الشهر، والبقاله 150 ل 200 دولار، المواصلات لا تتجاوز 30 دولار، والتامين الصحي من 70 ل 90 دولار. يعني اجمالي مصاريفك هيتراوح ما بين 750 ل 1000 دولار. لكن في حاجه لازم اجربها لو زرت كولومبيا، القهوه. احنا مش بنتكلم عن قهوه عاديه، احنا بنتكلم عن بلد بيصدر افضل انواع البن في العالم. يعني كل فنجان هتشربه هناك هو غالبا اجود من اللي بتدفع عليه اضعاف السعر في بلدك. ولو بتحب الطبيعه فهتلاقي جبال وشلالات وقرى ملونه ومزارع القهوه اللي في كل مكان، وكل ده على بعد ساعات قليله من المدينه. طيب هل انصحك بيها؟ لو بتحب الاجواء اللاتينيه والطبيعه والمناخ المعتدل فالاجابه اكيد نعم، لكن لازم تختار المدينه المناسبه لان مستوى الامان بيختلف من مدينه للتانيه. المركز الثاني المكسيك. المكسيك بالنسبه لناس كتير مش مجرد دوله، دي اسلوب حياه. علشان كده اكتر من مليون اجنبي اختاروا يعيشوا هناك. ولا مش كل المكسيك زي اللي بنشوفه في الافلام، في مناطق هاديه جدا ومدن تعتبر من اكثر المدن امانا في امريكا اللاتينيه. واشهر مثال لده مدينه ميريدا في ولايه يوكاتان. مدينه نظيفه ومرتبه وشوارعها هاديه وقريبه جدا من الشواطئ واثار حضاره المايا. اما المصاريف فايجار شقه كويسه بيكلفك ما بين 350 ل 550 دولار، والبقاله من 150 ل 200 دولار في الشهر. المواصلات لا تتجاوز 25 دولار، وحتى زياره الطبيب ما بين 30 ل 50 دولار، والتامين الصحي ما بين 80 ل 100 دولار. يعني الاجمالي بيكون بين 700 ل 950 دولار في الشهر. لكن اكتر شيء بيعجب الناس في المكسيك هو الحياه نفسها. تخرج تتمشى، تسمع موسيقى في الشارع، او حتى تدخل سوق شعبي تاكل اكله شهيره هناك اسمها تاكو، بتكون طازه ومعموله قدامك، وتحس هناك ان الناس عندها وقت تعيش. وده احساس بيفتقده ناس كتيره في المدن الكبيره. طيب هل انصحك بيها؟ لو بتحب الجو الدافي والثقافه اللاتينيه والاكل الرائع فهتحب المكسيك جدا. ولو اخدت القرار انك تعيش هناك خلاص حاول تقضي وقت كتير في البحث عن المدينه المناسبه، لان مستوى الامان والخدمات بيختلف من ولايه لاخرى. قبل المركز الاول، بعد كل الدول دي مين فيهم كسب؟ الحقيقه ولا واحده، لان الدوله اللي جايه بتقدم حاجه مختلفه تماما. تخيل انك تأجر فيلا بمسبح خاص وتعمل مساج لمده ساعه باقل من سعر وجبه في مطعم عادي، وتصحى كل يوم على منظر يخليك تحس انك في شهر عسل، وكل ده بنفس ميزانيه ال1000 دولار. تعال نشوف الدوله اللي احتلت المركز الاول. لو سالت اي شخص سافر لاكتر من 30 او 40 دوله ايه المكان اللي حسيت فيه ان فلوسك جابت لك افضل حياه، غالبا هتسمع اسم واحد بيتكرر، بالي. لكن خليني اوضح حاجه مهمه، بالي مش مجرد جزيره جميله، بالي تجربه، مكان بيخليك تبطأ شويه وتبدا تستمتع بالحياه بدل ما تجري وراها. يمكن ده السبب ان ناس كتير سافرت لمده اسبوع ورجعت بعد شهور علشان تستقر هناك. اول حاجه هتلفت نظرك ان الطبيعه موجوده في كل مكان، حقول الرز الخضراء كانها مرسومه، والشلالات اللي موجوده وسط الغابات، والجبال البركانيه، شواطئ مختلفه تماما من منطقه للتانيه. وفي كل ده هتلاقي مقاهي ومساحات عمل ومطاعم ومنتجعات، وكلها مصممه بطريقه عصريه. لكن السؤال الحقيقي، هل كل ده غالي؟ المفاجاه لا. تعال نشوف الميزانيه. فيلا خاصه مع مسبح بتكلفك ما بين 400 ل 700 دولار شهريا، والبقاله ما بين 100 ل 150 دولار. وجبه كامله في مطعم محلي من دولارين ل 3 دولار. جلسه مساج لمده ساعه بتكلفك ما بين 3 ل 6 دولار بس، والتامين الصحي ما بين 50 ل 80 دولار. يعني اجمالي مصاريفك الشهريه ما بين 700 ل 1000 دولار. وده معناه ان نفس المبلغ اللي ممكن يدوب يغطي ايجار شقه صغيره في بعض المدن يقدر يوفر لك هنا اسلوب حياه ناس كتير قوي بتحلم بيه. لكن خلينا اكون صريح معاك، بالي مش جنه، في زحام في بعض المناطق السياحيه، وفي موسم الامطار الطقس ممكن يكون مزعج احيانا. ولو كنت بدور على مدينه ضخمه مليانه ناطحات سحاب وحياه سريعه يمكن ما تكونش المكان المناسب ليه. لكن لو نفسك تصحى كل يوم على منظر طبيعي وتشتغل من كافيه وسط الغابه وتنهي يومك بغروب شمس على المحيط فصعب جدا تلاقي مكان ينافس بالي بنفس الميزانيه. وده السبب اللي خلاها تحتل المركز الاول في القائمه بتاعتنا. هل ال1000 دولار هتكفيك فعلا؟ تعتمد على اسلوب حياتك. لو بتحب السكن الفاخر والمطاعم العالميه كل يوم والسفر المستمر اكيد الميزانيه هتخلص بسرعه. لكن لو عايز تعيش حياه مريحه وتستمتع بالبلد وتصرف بطريقه فيها قدر من الذكاء ففي الدول اللي شفناها النهارده 1000 دولار ممكن تكون كافيه جدا. والاهم من كل ده ان جوده الحياه مش بتتقاس بس بحجم المرتب، اوقات كتير المكان اللي بتعيش فيه هو اللي بيحدد قيمه الفلوس اللي في جيبك. والخلاصه هنا لو كنت بدور على اوروبا بس باسعار معقوله، البانيا هتكون اختيار ممتاز لو الاكل والطبيعه هم اولوياتك.
طيب لو عايز افضل توازن ما بين التطور والتكلفة، فماليزيا من اقوى الاختيارات. لو بتحب الجبال والقهوة والثقافة اللاتينية فكولومبيا تستحق الفرصة، لكن لو نفسك في اجواء مليانة حياة واكل رائع ومدن جميلة، المكسيك هتكون مناسبة جدا. اما لو سألتني لو هتختار دولة واحدة من القائمة دي تعيش فيها سنة كاملة، هتختار ايه؟ انا شخصيا هختار بالي، مش لانها الارخص ولكن لانها بتقدم واحدة من افضل معادلات جودة الحياة مقابل تكلفة المعيشة في العالم. دلوقتي الدور عليك، لو دخلك 1000 دولار في الشهر، اي دولة من الستة دول هتختارها؟ اكتب اسم الدولة في التعليقات وقول لي كمان ليه اخترتها، ولو عندك دولة شايف انها تستحق انها تكون في القائمة شاركنا بيها في التعليقات، يمكن تكون موضوع الفيديو الجاي. ولو بتحب السفر ونفسك تستمتع بأقل تكلفة، فاشترك في غاوي سفر، لاننا كل اسبوع بنكتشف مع بعض وجهات جديدة ونشارك في نصايح عملية تساعدك تخطط للرحلة الجاية بأفضل طريقة. انا محمود من غاوي سفر، اشوفكم في رحلة جديدة ودمتم مسافرين سلام.